أنواع المتدربين في الجيم، في نوع ده عايز يبقى بطل، بييجي الجيم بتقول له أي حاجة بيعملها، فده تستخدم معاه كل اللي أنت اتعلمته في الكورسات المحلية والدولية، ومش هيقول لك لأ على أي حاجة خالص، ادّي له تغذية صعبة، ادّي له تمرين صعب، هيقول لك حاضر ويعمل التمرين إنه عايز يبقى بطل. أمّا النوع التاني بقى وده المهم شوية هو النوع اللي جاي علشان أحسن ما يقعد في البيت، ويبقى جاي يختبر الجيم، أنا نفسي ألاقيه صعب عشان ما أروحش تاني، فابقى عملت اللي عليَّ وجربت. النوع ده بالذات لازم نكون حذر جدًا معاه، ليه؟ لإن هو أصلًا بيتلكك، يعني هو نِفْسه إنك تدّي له تمرين يكون فيه صعوبة شوية وتقول له التزم بdiet يقول لك بس أنا ليه ألاقي نَفْسي وأروح المكان ده، مش هاروح تاني. ده مش هتستخدم معاه أي حاجة من اللي أنت اتعلمتها في الكورسات، ولا الدولية ولا المحلية، لإن المتدرب ده لازم تشتغل معاه على النفسية بشكل قوي جدًا. ادّي له تمرين سهل جدًا، بعيد عن كل اللي درسته في الكورسات، يوم، 2، 3 هو مش هيلاقي الموضوع صعب، فهييجي. فلمّا يستمر في التمرين هيلاقي إن في عادة حصلت عنده إن هو بيروح الgym 3 أيام في الأسبوع مثلًا، والموضوع مش صعب. بعد فترة هيبقى يفكر في الموضوع، أنا باروح الgym بقى لي فترة، بس أنا ما اتغيرتش، إيه السبب؟ طب ما أسأل الكابتن كده عن الموضوع ده، فييجي يسألك يقول لك أنا عايز أتغير، أقول له طب ممكن نزود التمرين شوية كده؟ يعني لازم يكون في شوية صعوبة، ماشي نجرب ده، نجرب ده، نجرب ده، لغاية لمّا هتلاقيه ملتزم أكتر من الأول بتاع البطولات. ولكن بتركّاية صغيرة كده وحيلة صغيرة، في بعض الناس هتقول لك إن أنت بتشتغله، لأ أنت مش بتشتغل ولا حاجة، أنت بالعكس أنت عايزه يستمر ويتمرّن ويحصل له نتيجة كويسة ويستفاد، وبعد كده ابقى استخدم معاه بقى كل العلوم اللي أنت اتعلمتها في الكورسات اللي أنت دافع عليها آلافات، ولكن في البداية اهدى شوية عليه، ما تروحش تعمل له اختبار يموّته أو يجيب له أزمة قلبية. للأسف معظم الكورسات الدولية والمحلية مش بتتناول الجانب النفسي بشكل قوي، فالحتّة دي خُد بالك منها أوي، ودمتم دايمًا بصحة.